ناس كتير قوي عندها نفس المشكله ديت. المشكله باختصار ان التلاجة بتبقى شغاله فوق زي ما قالت الاستاذه، الفريزر بيبقى شغال، التلاجة تحت مش شغاله نهائي. طب انا مش بتاع تلاجات ولا فني تلاجات، بس انا ممكن عارف في التلاجات واطلع افيدكم. وفي الافاده اللي انا اقولها لكم دي ما ترجعوش ورايا. التلاجة اللي عند حضرتك نيفروست بتسيح التلج ذاتي. فحضرتك اللي انت بتعمليه دوت، اللي انت بتدلقي ميه في قلب الفريزر، انت بتعملي الشغلانه بتاعتها بس يدوي، هي فيها عطل لازم يتحل، لازم تجيب فني يحلها. ايه هو العطل؟ العطل بيبقى من ثلاث حاجات. حاجه منهم هي اللي بايظه، يعني مش الثلاثه اللي بايظين، هي حاجه منهم اللي بايظه. في النفروست لا اما الهيتر الداخلي بتاع الارضيه في مشكله ما بيسيحش التلج معايا. طيب لا اما التايمر بيركن ما بيسيحش برضو التلج معايا. لا اما الحساس اللي على الكويل مش بيحس بالتلج فما بيشغلش معايا الهيترات. دي الاعطال اللي بتبقى من التلاجة بسبب الموضوع دوت. هتجيبي فني متخصص انت تبقي فاهمه، والفن ده داخل عندك، إيه المشكله عندك؟ بس هو ده اللي عليا، هو ده اللي انا اطلع افيدكم فيه. طيب لو في اي حاجه عايزين تسالوها في الاجهزه المنزليه عموما، انا جاهز ان انا ارد على اي سؤال. يلا ما تنسوش اللايك والشير، وكومنت تحفيزي تحفزوني بيه عشان خاطر الريتش عندي مش كويس.